هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى لمساء هذا اليوم السبت 7 من مارس. أنا أمال علي أحييكم وزميلي جمال عثمان حمد في هذه الساعة التي سنرافقكم فيها وسنخصصها للاحتفال والاحتفاء بيوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم غد 8 من مارس. أهلا بك جمال مرة أخرى، وأهلا بيوم المرأة العالمي. أهلا بك أستاذ أعمال، وأهلا بالمستمع الكريم، وكل عام وأنتم بخير. هذا اليوم المهم والتاريخي بالنسبة لشعبنا بشكل عام وللمرأة الإريترية المناضلة لها بشكل خاص. أقول لها في الداخل والخارج كل سنة وأنت بألف خير. يا أهلا جمال. إذن قبل أن نبدأ في العكس على هذا اليوم المهم في تاريخ النساء، سنذهب أولا إلى نشرة الأخبار ونعود معكم أعزائي المستمعين لنتابع خلال ساعة كاملة من الزمن ماذا يحدث في يوم المرأة العالمي. فأهلا بكم.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، مجلس وزراء حكومة إسياس أفورقي يعقد اجتماعا طارئا على خلفية الرفض الشعبي والصريح في مدينة عاد القيح لسياسة الحكومة. الأخبار بالتفصيل. أوضحت الأخبار الواردة إلينا أن سكان مدينة عاد القيح قد انفجر غضبهم المتراكم من سياسات التغمة الحاكمة دون تفويض شعبي في البلاد، وتجلى هذا الرفض في المقاومة الشعبية السلمية والصريحة لسكان المدينة والتي مهرت بالدم في 5 مارس الجاري. وقد أثار هذا الرفض النوعي الشجاع الذعر في الأوساط الحاكمة مخافة أن تتسع الظاهرة وتشمل سائر المدن الإريترية. فبصدور عارية إلا من الإيمان بعدالة موقفها ومطالبها، جابهت جماهير الشعب الإريتري في المدينة وبشكل مباشر السياسات الظالمة التي تطالها ولعقود من النظام الاستبدادي الحاكم وفي مناحي الحياة كافة. كشفت التقارير أن هذا التصدي الجسور أربك النظام القمعي وزاد من قلقه مخافة انتشار نموذج هذه المقاومة المدنية في مناطق أخرى من البلاد. هذا ما أوردته مصادر المنتدى في تقاريرها الإخبارية المتصلة والمواكبة للغضب الشعبي المموثق بالتضحيات. ويأتي هذا الانفجار الشعبي على خلفية تحرك آليات هدم المباني صوب منازل المواطنين تحت حراسة مكثفة من أجهزة النظام الأمنية، وذلك بهدف هدم عشرات المنازل السكنية لسكان مدينة عاد القيح وتسويتها بالأرض، مما حمل بأهالي المدينة الذين كانوا يراقبون هذه الوحدات الأمنية والآليات المصاحبة وهي تقوم بعمليات الهدم إلى الخروج ومعهم الطلبة ليقولوا لا لهدم منازلنا. وعندما تقدمت عليهم مواكب الهدم رشقوها بالحجارة، وبهذا الموقف الرافض الشجاع تمكنوا من إفشال مخطط هدم منازلهم بالقدر الذي كان مبرمجا له. فبالرغم أن سلطات أمن النظام الدكتاتوري قامت بتسوية نحو 20 منزلا في ضواحي حي ديجيميلا بالأرض، إلا أن الخطة لم تستكمل مشروع هدمها على نطاق واسع حسب ما كان مخططا، فالمقاومة الشعبية المفاجئة والعفوية لسكان المدينة حالت دون تنفيذها. ليس هذا وحسب، بل أحدثت صدمة كبيرة وسط وحدات الأمن للنظام القمعي، وتبدى ذلك بفتح وحدات الأمن نيرانها على الشعب الأعزل ليسقط الأبرياء المقهورين بين شهيد وجريح، فارتفع عددا منهم شهداء علم منهم حتى لحظة تحرير هذا الخبر مصرع طالبا وامرأة ورجل والعشرات من الجرحى. وعلى إثر هذه المقاومة الأهلية السلمية المدافعة عن منازلها بتلقائية رغم النيران بهدف الاغتيال، سارعت سلطات أسمرة لاتخاذ جملة من الإجراءات للالتفاف واحتواء هذا الرفض الشعبي المتصاعد والنوعي. وعلى صعيد وثيق الصلة بمخطط الهدم هذا، جرت في 3 فبراير الجاري في قرية دارو غاولوس عمليات هدم العشرات من منازل المواطنين هناك. هذه المنازل التي شيدت رغم الضائقة الاقتصادية المستحكمة التي تطال الشعب الإريتري جراء سياسات الحكم القائم، وترك الأهالي في العراء، منهم من يتردد على المساجد والكنائس بشكل جماعي لأداء الصلوات والدعوات داعين الله أن يرفع عنهم هذا البلاء. ومظاهر الغضب والكره تملأ نفوسهم جراء الظلم الطاغي الذي يسود البلاد. وأوضح المراقبون أن الحكومة لم تتابع بمسؤولية قراراتها التي تمنع بيع أو استبدال الأراضي الموزعة للسكن كما كان يجب، بل دأبت على مراقبة المواطنين الفقراء المعدمين أثناء بنائهم لمنازلهم عبر استدانتهم للأموال، ثم قامت بتحريك آلياتها وأجهزة قهرها البوليسية لهدم هذه المباني التي شيدت بالمال المستدان. وهنا يخسر المواطن الفقير أصلا جهده ومنزله وماله، ويقع خلافا مستحكم بين الدائن وبينه. وفي هذا الصدد يرصد بعض المتابعين منهج الطغمة الاستبدادية الحاكمة في إفقار المجتمع وكذلك سياسات فرق تسد بين أبناء الوطن الواحد. جدير بالذكر أن مجموعة من ضباط الرتب العسكرية المتوسطة قامت بتحرير رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الدفاع الإريترية يدعون فيها إلى ضرورة التوقف الفوري والكامل عن برنامج هدم منازل المواطنين،
قائلين أن الأسر التي تهدم منازلها يعمل أبناؤها لسنوات طوال عجاف وبأكثر من طاقتهم ودون عائد مجزي بقوات الدفاع الإريترية. فتلقيهم أخبار هدم منازل أسرهم بهذه التدابير غير المسؤولة سيرفع معدل الاحتقان الكامن أصلا فيهم، وقد يدفعهم الأمر إلى استخدام السلاح دفاعا عن أرواحهم وممتلكات أسرهم. لهذا دعا الضباط إلى ضرورة التوقف الفوري والعاجل عن هذا المخطط في كافة أرجاء الوطن. حكومة أسمر واستشعارا منها بالغضب الذي أشعلته سياساتها الخرقاء أصدرت جملة من التعميمات والتحوطات العاجلة على شكل أوامر الإدارات العسكرية تطالب فيها بإجراء تفتيش متكرر في كافة الوحدات العسكرية رصدا للأسلحة الفردية والذخيرة خوفا من استخدامها من قبل أفراد ومجموعات غاضبة. هذا وقد أكدت مصادر المنتدى التئام مجلس الوزراء الإريتري المعين من الطاغية إسياس أفورقي في صبيحة 6 مارس الجاري، أي في اليوم الذي تلا جرائم اغتيال الشعب بعد قيح. عقد هذا الاجتماع الطارئ والعاجل في مدينة موصوع لمناقشة المخاطر الناجمة عن هذا الحراك الشعبي الرافض والدماء التي سالت. وتضيف مصادر المنتدى من عين المكان أن الاجتماع افتتح واختتم برئاسة إسياس أفورقي واستمر لمدة 50 دقيقة. وأضافت بعض الجهات المراقبة أن الرئيس سيسعى لبحث كبش فداء يتم تحميله دماء الأرواح التي أزهقت بدم بارد، وذلك عبر القيام بحملة اتهام لبعض المؤسسات وإدارات الإقليم، وذلك بهدف تبرئة الرئيس إسياس أفورقي بالقول أنه لم يكن يعلم بهذا البرنامج. كما علمت مصادر المنتدى أن حكام الأقاليم لم يشاركوا في هذا الاجتماع، فقد انحصر الحضور فقط على بعض الوزراء الأكثر ولاء للرئيس. هذا وأفادت مصادرنا أن الاجتماع الوزاري قرر إيقافا فوري وكامل لأجل غير مسمى لبرنامج هدم منازل المواطنين، في دلالة شديدة الوضوح عن تنامي المخاوف الحقيقية في عقلية النظام الحاكم وارتعاده من ارتفاع معدل الرفض الصريح كما ونوعا لسياسات الظلم. نهاية النشرة.
إذن أعزائي المستمعين، كما ذكرنا لكم، نحن اليوم في صوت المنتدى نخصص هذه الساعة للاحتفاء والاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد 8 مارس. وهذا اليوم هو يوم عالمي أقرته المواثيق والهيئات الدولية منذ القرن الماضي للتأكيد على أهمية دور المرأة، وللتأكيد كل عام على المنجزات والمكتسبات التي تحققها النساء في أنحاء العالم وفي كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. ونحن هنا اليوم ومعي زميلي جمال من ميلبورن نريد أن نعكس على هذا اليوم بالنسبة للمرأة الإريترية التي نحتفي بها ونعيدها في هذا اليوم في كل مكان. جمال. نعم أمال، نحن في إريتريا يحق لنا أن نحتفل بهذا اليوم، ولا نتحدث عن أشياء نظرية، إنما نتحدث عن نضال خاضته المرأة الإريترية منذ سنوات وسنوات، واشتركت مع الرجل ابتداء من أبسط الواجبات النضالية وانتهاء بالاستشهاد في ساحات النضال والقتال مباشرة بالسلاح. لذا نحن يحق لنا أن ننحني إجلالا واحتراما لهذه المرأة المناضلة. والمرأة المناضلة أستاذ عمال لم تكن طارئة على خارطة العمل السياسي الإريتري، بل كانت مشاركة ومخططة ومنفذة. فقد شاركت في الأربعينيات والخمسينات إبان تقرير المصير لشعب إريتريا، كما شاركت بشكل مباشر في الثورة الإريترية، وكانت حاملة للأسرار ومطببة للجرحى والناطقة الرسمية باسم الثورة من خلال الأناشيد والأهازيج والأغاني التي كانت تغنيها. أيضا يجب أن نلاحظ هنا، وهذا شيء مهم جدا، أن المرأة الإريترية لم يؤطرها الرجل ولا الحزب السياسي ولا التنظيم السياسي، بل كانت بادرت هي نفسها بتأطير نفسها في خلايا، وهذا ما ذكرته المناضلة الجسورة والكبيرة متعها الله بالصحة والعافية نسرين كرار في حوار قديم مع الزميل صالح جزائري فك الله أسره. فهي تكشف النقاب عن أنه أول خلية كونت في مدينة كسلة كانت بتاريخ 8 يونيو 1963، وضمت عدد قليل جدا لكنه فاعل، وهن جمع موسى بابور وستة الحامد، فاطمة محموداي، خديجة نور تكروراي، وحزوة بخيت، وعيشة عثمان، بالإضافة إلى نسرين كرار. نعم. هذا الكلام يؤكد على أنه هي بادرت بتأطير نفسها وبتنظيم نفسها، والعمل الجبهوي أو في التنظيمات الإريترية جاء لاحقا لهذه المبادرة. نعم أمان. نعم، بالتأكيد جمال. المرأة الإريترية في تاريخها النضالي ومن بدايات الثورة والعمل الثوري وحتى التحرير وحتى يومنا هذا قدمت تضحيات وأطرت في العمل النضالي. كانت المحاربة، كانت الممرضة، وكانت الأم، وكانت الرفيقة، وكانت القيادية في وحدات جيش وغيره. رغم أننا لن نتمكن اليوم من الوقوف للأسف على نماذج وأسماء كثيرة في المراحل العمل النضالي، ولكننا بالتأكيد نحيي ونخلد ذكرى النساء الإريتريات التي قدمنا للثورة الإريترية وضحينا واستشهدنا في سبيل هذا الوطن، وللنساء الإريتريات التي دفعنا أيضا ضريبة أن يكن متميزات في العمل الوطني عموما، وهن الآن إما سجينات وإما مقهورات في ظل هذا النظام القمعي. سنعود لمتابعة هذا الرصد جمال، ولكن بعد هذا الفاصل. تعري ليلي هذا مثب شمتاش لو صبرا حري
يالله أنا بالهاجري دكعدنا بنبرالي عينا فروي كبر عمق بحري قرما طلمات ورحطة حيكتي قطع بروح مثل نايف الشفتا بالهاجري يبلان مثلتا عينا فروي كبر عمق بحري قرما طلمات ورحطة حيكتي قطع بروح مثل نايف الشفتا بالهاجري يبلان مثلتا تفتا وحبري أفريقيا وغربة تفتا وحبري أفريقيا وغربة مركوخ غالي تتغوخ أنا مركوخ غالي نحضر الخبة تتغوخ غالي مركوخ أنا تتغوخ غالي نحضر الخبة سعري الليلي هذا مطبش انتشبت صبرها الري مريق يالله أنا بالهاجري لك عدينا كمر غلي كان في رد بتخويني عيني نقول قطع لكني فرر ما نصدقات معقرتا عرفة باي حال جايكم متا كان في رد بتخويني عيني نقول قطع لكني برتخان يوم صدقات معقرتا عرفة باي حال جايكم متا تفتا والحبري أفريقيا وغربة تفتا والحبري أفريقيا وغربة فتخوخ علي مرتب علي فتخوخ علي نحضر الخبة فتخوخ علي مرتب علي فتخوخ علي نحضر الخبة سعري الليلي هذا مطبش انتشبت صبرها الري ما في خيال له أنا بالهاجري تقعدنا سلام لي عينا فروي كبر عمق بحري كرما سلام ورحطة حياتي قطع بروح مثل نايف الشتا والهاجري يبلان مثلتا كان في رد بتخويني عيني نقول قطع لكني فرر ما نصدقات معقرتا عرفة باي حال جايكم متا تفتا والحبري أفريقيا وغربة تفتا والحبري أفريقيا وغربة فتخوخ علي مرتب علي فتخوخ علي محضر الخبرة فتخوخ علي مرتب علي فتخوخ علي محضر الخبرة كيف بلغ عندنا
ቤት ወጥባይ ያውነት ልቦና ታይዝበለ መልክዕ ታይዝበለ ቁንጅና ቤት ወጥባይ ያውነት ልቦና ታይዝበለ ቁንጅና ቤት ወጥባይ ያውነት ልቦና ታይዝበለ መልክዕ ታይዝበለ ቁንጅና ቤት ወጥባይ ያውነት ልቦና ታይዝበለ መልክዕ ታይዝበለ ቁንጅና ቤት ወጥባይ ያውነት ልቦና عودة مرة أخرى أعزائي المستمعين إلى الاستديو، ونحن نحتفي معكم ونحتفل بيوم المرأة العالمي 8 من مارس يوم غد، ونحتفل بالمرأة الإريترية رغم أنها اليوم تعاني في ظل هذا النظام التعسفي الدكتاتوري مع أبناء الشعب الإريتري كله من ظلم ويعني ضغوطات نفسية وجسدية وقهر على كل المستويات. هذا اليوم الذي نتمنى فيه أن يزول الظلم عن الشعب الإريتري وعن المرأة الإريترية لنحتفل معها يعني في العام القادم إن شاء الله بإنجازات وبوضع أفضل. جمال. نعم أمال، من المؤسف جدا أن نتكلم عن صورتين من الصور العبثية التي تسود حياة المرأة في إريتريا، فهي في الداخل تحمل حملا ثقيلا يعني لا تستطيع سوى الصابرات والمناضلات من حرائر إريتريا تحمله، ابتداء من سياسات اتحاد المرأة الإريتري الرسمي اللي هو ده ذراع أمني واستخباري نسوي للعصبة الحاكمة، وانتهاء بتصاريف الحياة اليومية لأسرتها. فحسب تقارير قديمة أمال صدرت منذ سنوات أن 48% من الأسر في إريتريا تعول المرأة، ومع ذلك هي معرضة للابتزاز اليومي ومعرضة لدفع الأتاوات ومعرضة للعمل الشاق الذي يفرض عليها من قبل الاتحاد ومن قبل الحزب الحاكم. تعول المرأة الأسرة لأنه الرجال معظمهم اختفوا، يعني أما سجنا أو هروبا أو تجنيدا أو اختفاء قسريا في أجهزة أو في أقبية الأمن، وهذا ما تعكسه الإعلانات التي تحدثنا عليها في مرات سابقة في هذه الإذاعة، تعكسه إعلانات محاكم الأحوال الشخصية في صحيفة إريتريا الحديثة. نعم. هذا الابتزاز اليومي والضغوط اليومية تتحمله المرأة بصبر يعني بصبر كبير جدا، يعني والاتحاد المفروض يكون اتحاد المرأة المفروض يكون هو المدافع الحقيقي لحقوق المرأة، هو ضدها وبدلا من يدافع عنها ويعني يمارس عليها الضغط والابتزاز على طول من خلال التشغيل، وهذا ما نشوفه في التلفزيون الإريتري بشكل يومي، العمل في الشوارع وفي الطرقات، وأيضا بجمع المال من أجل الحزب الحاكم ورفاهية عضويته المتنفذة. نعم. هذا في الداخل أيضا يعني المرأة تتعرض لعنف سياسي وأمني كبير، فهي في معسكرات التجنيد يجري فيها يعني ما لا يجري لنساء كنساء إريتريا، مناضلات وصابرات، وأيضا نلاحظ ارتفاع كبير في وفيات وسط الحوامل وأثناء الولادات لأنه ما في الرعاية الصحية، وأيضا للمرأة سجون خاصة وفي أماكن سرية تديرها الوحدات الأمنية المتعددة، وفي داخل هذه السجون عدد كبير جدا من مناضلات الثورة الإريترية بشكل عام
والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بشكل خاص، كما تضم هذه السجون والمعتقلات مواطنات صالحات. فقط الذنب الوحيد اللي ارتكبناه انه دافعنا عن حقوقا ورفضنا سياسه الامر الواقع القراقوشيه التي تسود اريتريا. نعم بالتأكيد جمال، يعني كما قلت يعني هذا وضع مأساوي بمعنى الكلمة، ومن أكثر ما يحزن اليوم جمال أن هذه المؤسسات الحكومية التي يعني تدعي أنها تصون حقوق المرأة مثل الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، إنما هم يعمل على تضليل الحقائق. يعني مؤخرا هناك تقارير يحاول من خلالها الاتحاد ومنظمات حكومية رسمية أن يعني تكذب واقع المرأة، وتدعي أن المرأة لا تمر بأي نوع من الاضطهاد، وليس هناك نساء سجينات، وليس هناك نساء مضطهدات. بينما أثبتت يعني من خلال شهود عيان ومن خلال تجارب يعني مرت بها نساء وذكرناها وأعلن عنها، يعني حجم الانتهاكات التي تعاني منها النساء الإريتريات غير السجن المعلن. هناك انتهاكات جنسية فاضحة تتعرض لها النساء الإريتريات والفتيات في معسكرات التجنيد، وأصبح يعني الموضوع الابتزاز الجنسي والتعرض والتحرش الجنسي في وسط النساء الإريتريات كثير جدا، وكأنه ثقافة أصبحت سائدة للأسف في هذا المجتمع. بالإضافة كما قلت هناك المحاولة التي يعني تغطي بها أجهزة الإعلام الحكومية على صورة المرأة بأن تظهرها في اجتماعات وغيرها، بينما هي يعني تعكس على قهر حقيقي غير يعني لا تنكره أي جهة أو أي إنسان عاقل في هذا الوضع. فهو وضع مأساوي بمعنى الكلمة، ويشمل المرأة كما يشمل الرجل الإريتري والشباب الإريتريين في الداخل. ونتمنى أن يزول هذا الشيء بالكشف عنه ومقاومته بكل الأشكال والتوعية به مستقبلا. نعم أمال، إذا كانت هذه صورة المرأة في الداخل فهي أكيد يعني صورتها في دول المنافي والشتات ستكون أسوأ. فهي تواجه لوحدها الوحوش في مخافر الشرطة في السودان، وهي تواجه أيضا مصاعب مع تجار البشر في سيناء، وهي وحدها أيضا تقف في معسكرات اللجوء، ووحدها تكابد لترعى أسرتها. كان على الأقل هذه الصورة تكون أفضل حالا داخل المعارضة الإريترية، وللأسف أنا لا أتحامل عليها، ولكن يعني وضع المعارضة الإريترية أيضا أفقدنا الكثير من النساء المناضلات والباسلات، وحتى التنظيمات اللي كانوا موجودات فيها لسنوات طويلة جدا اليوم يكاد دورا ينحصر تماما. والمحاولة الأخيرة اللي تمت من خلال مؤتمر أواسا لحشد أكبر عدد من النساء لإشراكهن في المؤتمر كانت لأسباب سياسية ليس من بينها يعني خدمة قضايا المرأة، وبالتالي هذا الدور أصبح باهتا في العمل الإريتري المعارض، وهو طبعا ما يتناسب أو ما لا يتناسب مع نضالات المرأة اللي تكلمنا عنها واللي بعرفها القاصي والداني، وهي يعني هي المرأة المناضلة وهي المرأة المكافحة. فبالتالي أن يفقد دورها بهذا الشكل المريع داخل المعارضة الإريترية يحتاج من هذه التنظيمات أن تراجع تجربتها خلال ال20 سنة اللي فاتت لتعرف السبب الحقيقي لغياب المرأة ولانسحابها الكلي من العمل الإريتري المعارض، وهي كما قلنا هي السباقة في النضال. فلا أدري لماذا تتراجع الآن أمال. نعم، إذا في هذا اليوم رغم أننا نعكس على الصور والنماذج المأساوية لوضع المرأة الإريترية في الداخل والخارج جمال، ولكننا أيضا نحاول أيضا أن نشد من أزر النساء والفتيات الإريتريات. وهناك أيضا بالمقابل نماذج مشرقة لنساء إريتريات يقدمن حتى على مستوى عالمي. هناك نماذج كثيرة مشرقة. المرأة الإريترية عندما تتاح لها الفرصة تستطيع أن تقدم وتنجز وتحقق درجات يعني معرفية واسعة. هناك نساء شابات على مستوى يعني العالم خريجات يعني يتمركزن في مناصب مختلفة في بلدان المهجر، ويعني صور مشرفة، ولكن
بسبب حجم المأساة التي نمر بها، وبسبب هذا النظام الذي أصبح يعني يخجلنا كإريتريين ويضعف صورتنا، نحن اليوم نتحدث عن النماذج الأكثر مأساوية في هذا الوضع. جمال، فاصل وسنعود مرة أخرى في احتفاليتنا بيوم المرأة العالمي. في أتون الحرب تخطو في اعتزاز وشموخ ووسامة، إنما أنت ابنة الصخرة صمودا ووفاء وكرامة، فلعينيك تحدين الأعادي، فلعينيك تحدين الأعادي، وصنعنا كل أهوال القيامة. يا فتاة يا فتاة يا فتاة يا فتاة في أتون الحرب تخطو.
طبعا أمال، يعني هذه الصورة التي رسمناها ليست قاتمة تماما. فلا زالت المبادرات النسائية تكابد لإسماع صوتها ورسم صورتها. وأخص هنا بالذكر مناضلات، حقوقيات ومدنيات، كاتبات وصحفيات، طالبات في كل مكان يجتهدن من أجل النجاح. أيضا في مبادرات هنا وهناك من أجل تأسيس إطارات وأوعية تعبر عن المرأة. فقط يعني نقول أنه هذه المبادرات وهذه النضالات يجب أن تكون بعيدة عن العمل السياسي المنظم، ويجب أن تكون أو تسعى من أجل تكوين إطار للمرأة الإريترية، إطار نقابي يدافع عن حقوقها ووجودها في الحياة. وأيضا مثل هذه الإطارات سوف تساهم في كتابة وتدوين تاريخ المرأة المشرف لكل الإريتريين ولكل المنطقة. ونستطيع القول لا قنوط، النضالات المتناثرة هنا وهناك ستؤدي قطعا يعني إلى تراكم كمي، وسوف تقوم المرأة ومعها الشعب الإريتري كله من هذه الكبوة التي سوف لا تستمر. وسوف يعني بالتأكيد يعني سوف يعني تزيل هذه العوائق عن طريقها، ويبقى الشعار القوي الذي يجسد نضالات المرأة، ويزول كل الذين يصبحون ضد التيار وضد المرأة ونضالاتها وحقوقها في إريتريا، سواء كانت في الداخل أو الخارج. أمال. نعم بالتأكيد جمال، يعني وهنا كما قلت يعني نماذج كثيرة مشرفة لنا. ولكن أحب هنا أيضا جمال، يعني أنا كامرأة أيضا أن أؤكد على شيء، يعني الوعي بحقوق المرأة وبدور المرأة وبضرورة للدفع لأن يكون لها دور فعال أكثر في العمل، سواء في العمل المعارض المسيس أو سواء في العمل المدني وغيره، لا يكون إلا برفع مستوى وعي الرجل. يعني الرجل الإريتري يجب عليه أن يكون أكثر وعيا وأكثر جرأة وأكثر إيمانا يعني بقضايا المرأة، وأنها يعني جزء وشريك أساسي معه في كل عمليات الحياة، وجزء وشريك أساسي في يعني رفع الظلم عن شعبنا. يعني إذا هناك المرأة هي نصف المجتمع، مقولة نرددها ولكن لا أعرف إلى أي مدى نحن نؤمن بها ونمارسها كنساء وكرجال، ولكن لا نراها بفعالية موجودة. يعني نصف مغيب بمعنى الكلمة على مستوى العمل المعارض خاصة كما ذكرت أخي جمال. وأتمنى في هذا اليوم أن يعني ننهض بوعينا، وأتمنى أن نحقق إنجازات أفضل كنساء وكرجال من أجل رفعة هذا الوطن ورفع الظلم عنه. جمال. نعم، نحن الآن بشكل عام كإريتريين في الداخل والخارج أو حكومة أو معارضة نمر بأزمة حادة وحالة يمكن تسميتها بحالة انسداد أفق، حتى المرء يتخيل أنه لا سبيل للخروج منها. ولكن هذه الفترات تسمى دائما فترة الانقطاع، انقطاع التاريخ
وبالتالي في هذه الفترات تتزايد الفطريات وتسود الرجرجة ويتصدرون المنابر ويحكمون ويتحدثون في كل شيء، ولكن لا يصح في الأخير إلا الصحيح. نحن في إريتريا شعب مناضل، ناضل أكثر من 50 عاما من أجل حقوقه، وبالتالي هذا التاريخ المشرف والكبير بالنسبة للرجل والمرأة سوف يدفع أعتقد بقوة من أجل فتح أفق وضوء في هذا الأفق المنسد. وتحية للمرأة وتحية لك بشكل خاص أستاذة أمال. شكرا لك أستاذ جمال، وتحية لك أنت يعني ونموذج للرجل الواعي، ويعني أتمنى أن أرى الكثير من رجالنا بهذا الوعي وبهذا الانفتاح والاهتمام بقضايا المرأة وحقوقها. تحية للنساء الإريتريات في كل مكان، وتحية للمرأة عموما في العالم، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء جمال. تحية لك وأسعد الله كل أوقاتكم مستمعين الكرام. إلى اللقاء. ذهبي ذهب وكنت ذهب من يهبو زيروت عن بحسيت اللي يبلك لناصر أقعزينو يشكملي ومنكو محلي تقوتا إيرجللع أيدر ما معللع وما كانوا صوت شيتي ساعتك كمكو مع السيتي يا حميتين وحبيتي ورهل شونك زرب ليتي السريتي وبهيدي حشملي وكين لا باهيتي يوهنا معازر لتأول الليكو بشم بيتي اللي هيدو وقمرعيتا يلي نبك معيوكم ميتا إلى حسي مسانغالي قطين ميلي وزقامالي نكوكينو أفك قابا مرنو بينو معان ربا ذهبي تي ذهبو وكو هبن أمي هبو ذهبي تي ذهبو وكو هبن أمي هبو شكمالي ومنكو محلي تقوتا إيريجللع أيدر ما معللع كما كانوا صوت شيتي ساعتك كما على سيتي يا حميتني وحبتي ورهل شونك زرب ليتي السريدي وبهيدي حشمالي ويلا باهي يوهنا معازر لي تول ليكو شمبيدي النهيدو ومرعيتا يلي نبك معيوكم ميتا إلى حسي مسانغالي وطهين ميلي ويقامالي نكوكينو أفكي قابا مرنوكينو معان ربا عجب كني ذهبي تي ذهبو وكنت هبن يهبو سلوتا أندحسك لي بلك لناصري أعزينو شكمالي ومنكو محلي تقوتا إيرجللع أيدر ما معللع وما كانوا صوت شيتي ساعتك كمكو مع السيتي يا حميدين وحبتي ورهل شونك زرب ليتي السريتي وبهيدي حشمالي ويلا باهي يوهنا معازر لي تأول الليكو بشم بيتي النهيدو وقمرعيتا يلي نبك معيوكم ميتا إلى حسي مسانغالي قطين ميلي وزقامالي نكوكينو أفك قابا مرنوكينو معان ربا ذهبي تي ذهبو وكو هبن أمي هبو ذهبي تي ذهبو وكو هبن أمي هبو
دهبوتي دهبي دهبو دهبي دهبوتي دهبي دهبو عند حسيت اللي يبلغ لنا عزينو شكم عليه ومن قوم حل تقوتا إيرجل اللع أيدر ما معللع كما كانوا صوت شيته ساعتك كم على سيته يا حميدن ورقدي وريني شونك أزرق ليدي سريدي وبهيدي شمالي يلا باهي يوهنا يعذر لي دور الليبون شمبيلي إنهيدو ومرعدا يلي نبك معيكم مدى يلحو سي مسانغالي كوتاين ميلي إسكامالي نكوكينو أبكي قابا مرنوكينو معان ربا عجب كيني صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، مجلس وزراء حكومة إسياس أفورقي يعقد اجتماعا طارئا على خلفية الرفض الشعبي والصريح في مدينة عادي قيح لسياسة الحكومة. الأخبار بالتفصيل. أوضحت الأخبار الواردة إلينا أن سكان مدينة عادي قيح قد انفجر غضبهم المتراكم من سياسات التغمة الحاكمة دون تفويض شعبي في البلاد، وتجلى هذا الرفض في المقاومة الشعبية السلمية والصريحة لسكان المدينة والتي مهرت بالدم في 5 مارس الجاري. وقد أثار هذا الرفض النوعي الشجاع الذعر في الأوساط الحاكمة مخافة أن تتسع الظاهرة وتشمل سائر المدن الإريترية، فبصدور عارية إلا من الإيمان بعدالة موقفها ومطالبها جابهت جماهير الشعب الإريتري في المدينة وبشكل مباشر السياسات الظالمة التي تطالها لعقود من النظام الاستبدادي الحاكم وفي مناحي الحياة كافة. كشفت التقارير أن هذا التصدي الجسور أربك النظام القمعي وزاد من قلقه مخافة انتشار نموذج هذه المقاومة المدنية في مناطق أخرى من البلاد. هذا ما أوردته مصادر المنتدى في تقاريرها الإخبارية المتصلة والمواكبة للغضب الشعبي المموثق بالتضحيات. ويأتي هذا الانفجار الشعبي على خلفية تحرك آليات هدم المباني صوب منازل المواطنين تحت حراسة مكثفة من أجهزة النظام الأمنية، وذلك بهدف هدم عشرات المنازل السكنية لسكان مدينة عادي قيح وتسويتها بالأرض، مما حمل بأهالي المدينة الذين كانوا يراقبون هذه الوحدات الأمنية والآليات المصاحبة وهي تقوم بعمليات الهدم إلى الخروج ومعهم الطلبة ليقولوا لا لهدم منازلنا. وعندما تقدمت عليهم مواكب الهدم رشقوها بالحجارة، وبهذا الموقف الرافض الشجاع تمكنوا من إفشال مخطط هدم منازلهم بالقدر الذي كان مبرمجا له. فبالرغم أن سلطات أمن النظام الدكتاتوري قامت بتسوية نحو 20 منزلا في ضواحي حي ديجيميلا بالأرض، إلا أن الخطة لم تستكمل مشروع هدمها على نطاق واسع حسب ما كان مخططا، فالمقاومة الشعبية المفاجئة والعفوية لسكان المدينة حالت دون تنفيذها. ليس هذا وحسب، بل أحدثت صدمة كبيرة وسط وحدات الأمن للنظام القمعي، وتبدى ذلك بفتح وحدات الأمن نيرانها على الشعب الأعزل ليسقط الأبرياء المقهورين بين شهيد وجريح، فارتفع عددا منهم شهداء علم منهم حتى لحظة تحرير هذا الخبر مصرع طالبا وامرأة ورجل والعشرات من الجرحى. وعلى إثر هذه المقاومة الأهلية السلمية المدافعة عن منازلها بتلقائية رغم النيران بهدف الاغتيال، سارعت سلطات أسمرة لاتخاذ جملة من الإجراءات للالتفاف واحتواء هذا الرفض الشعبي المتصاعد والنوعي. وعلى صعيد وثيق الصلة بمخطط الهدم هذا، جرت في 3 فبراير الجاري في قرية دارو غاولوس عمليات هدم العشرات من منازل المواطنين هناك. هذه المنازل التي شيدت رغم الضائقة الاقتصادية المستحكمة التي تطال الشعب الإريتري جراء سياسات الحكم القائم، وترك الأهالي في العراء، منهم من يتردد على المساجد والكنائس بشكل جماعي لأداء الصلوات والدعوات داعين الله أن يرفع عنهم هذا البلاء،
ومظاهر الغضب والكره تملأ نفوسهم جراء الظلم الطاغي الذي يسود البلاد. وأوضح المراقبون أن الحكومة لم تتابع بمسؤولية قراراتها التي تمنع بيع أو استبدال الأراضي الموزعة للسكن كما كان يجب، بل دأبت على مراقبة المواطنين الفقراء المعدمين أثناء بنائهم لمنازلهم عبر استدانتهم للأموال، ثم قامت بتحريك آلياتها وأجهزة قهرها البوليسية لهدم هذه المباني التي شيدت بالمال المستدان. وهنا يخسر المواطن الفقير أصلا جهده ومنزله وماله، ويقع خلافا مستحكم بين الدائن وبينه. وفي هذا الصدد يرصد بعض المتابعين منهج الطغمة الاستبدادية الحاكمة في إفقار المجتمع، وكذلك سياسات فرق تسد بين أبناء الوطن الواحد. جدير بالذكر أن مجموعة من ضباط الرتب العسكرية المتوسطة قامت بتحرير رسالة شديدة اللهجة إلى وزارة الدفاع الإريترية يدعون فيها إلى ضرورة التوقف الفوري والكامل عن برنامج هدم منازل المواطنين، قائلين أن الأسر التي تهدم منازلها يعمل أبناؤها لسنوات طوال عجاف وبأكثر من طاقتهم ودون عائد مجزي بقوات الدفاع الإريترية، فتلقيهم أخبار هدم منازل أسرهم بهذه التدابير غير المسؤولة سيرفع معدل الاحتقان الكامن أصلا فيهم، وقد يدفعهم الأمر إلى استخدام السلاح دفاعا عن أرواحهم وممتلكات أسرهم. لهذا دعا الضباط إلى ضرورة التوقف الفوري والعاجل عن هذا المخطط في كافة أرجاء الوطن. حكومة أسمر واستشعارا منها بالغضب الذي أشعلته سياساتها الخرقاء أصدرت جملة من التعميمات والتحوطات العاجلة على شكل أوامر الإدارات العسكرية تطالب فيها بإجراء تفتيش متكرر في كافة الوحدات العسكرية رصدا للأسلحة الفردية والذخيرة خوفا من استخدامها من قبل أفراد ومجموعات غاضبة. هذا وقد أكدت مصادر المنتدى التئام مجلس الوزراء الإريتري المعين من الطاغية إسياس أفورقي في صبيحة 6 مارس الجاري، أي في اليوم الذي تلا جرائم اغتيال الشعب بعد قيح. عقد هذا الاجتماع الطارئ والعاجل في مدينة موصوع لمناقشة المخاطر الناجمة عن هذا الحراك الشعبي الرافض والدماء التي سالت. وتضيف مصادر المنتدى من عين المكان أن الاجتماع افتتح واختتم برئاسة إسياس أفورقي واستمر لمدة 50 دقيقة. وأضافت بعض الجهات المراقبة أن الرئيس سيسعى لبحث كبش فداء يتم تحميله دماء الأرواح التي أزهقت بدم بارد، وذلك عبر القيام بحملة اتهام لبعض المؤسسات وإدارات الإقليم، وذلك بهدف تبرئة الرئيس إسياس أفورقي بالقول أنه لم يكن يعلم بهذا البرنامج. كما علمت مصادر المنتدى أن حكام الأقاليم لم يشاركوا في هذا الاجتماع، فقد انحصر الحضور فقط على بعض الوزراء الأكثر ولاء للرئيس. هذا وأفادت مصادرنا أن الاجتماع الوزاري قرر إيقافا فوري وكامل لأجل غير مسمى لبرنامج هدم منازل المواطنين، في دلالة شديدة الوضوح عن تنامي المخاوف الحقيقية في عقلية النظام الحاكم وارتعاده من ارتفاع معدل الرفض الصريح كما ونوعا لسياسات الظلم. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الساعة لكم مني ومن فريق العمل أجمل التحية وأطيب منى، إلى أن نلقاكم يوم السبت القادم. ابقوا على خير و